هيا عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في اليوم في فيديو جديد. اليوم البارح كملنا الخطبة مدقدقين الدين ما فينا حتى حيل كما يقولوا. دونك اليوم رجعت لكم فيديو جديد. كما تشوفوا عيدودة عمتي ربي يبارك لها ويشدها في صحة بدنها، تعمل لنا في الرفيسة وما أدرك ما الرفيسة العربي متاع العادة والعويد بزيت الزيتونة والزبدة والسكر والرفيسة التونسية الصحيحة الأصلية. مدامنا ملمومين قالت ما هي لما يعني عملت لنا عشاء. كهو الفيديو متاع اليوم متنوع فيه شوية، صورت شوية من الرفيسة وقت الجماعة اللي يعملوا في الرفيسة. عمل هنا غاطسين جماعة مساكن أسا يقصوا في الملاوي وهي سخونة، عرفتوا الكلها تتوحح بصباح كلها صباحها طابت. اما انا زاد جاني خذيت باي زاد راهو بعدها قام صديق وشديت انا في بلاصتو. كنت قلت لكم الفيديو اليوم متنوع شوي، صورت لكم شويه من رفيسه، هذا اللي صورته انا والباقي تلقاوه عند جوجو كل شيء بار ديتاي. يعني ما شاء الله تويك رفيستنا حضرت. والمقطع الثاني متاع الفيديو مش نوريكم العرس اللي حكيت لكم عليه. العرس صار نهار الجمعه وما هبطوش، قلت نهبطوا بعد خطبة أمورة. ما بتيناش للأسف في العرس وقتها. الصلاة ما شاء الله معبية تو تشوفوا، خاطر عندهم ما شاء الله. دونك هوكا قعدنا شوي لطون جو العرايس، خذينا بالخاطر هنيناهم أنا وصحابي يعني. وكهو روحنا على رواحنا يعني. مشيت أنا وصحابي عبدو خويا عبودة بتاع التيك توك. دونك صورت لكم دخلة العرايس، صورت لكم العشاء فرحوا بينا يعطيهم الصحة، وصورت لكم إصداق قبل ما ندخلوا في الديتاي متاع العرس والأجواء والطبال وكالجو العروبي المزيان متاعنا الكل. حاب نقول لكم اللي ما تنسونيش كالعادة من لايك والكومنتار المزيان، واللي مش عامل أبوني يعمل أبوني. جوجو غاطسة بداها شو غاطسة بداها. ميما يرحمها قبل كانت تعملها لنا أكاكا زادة كنا ناكلها بيدين. أي عسلامة يا جماعة. صحيح كما قلت لكم راهو اليوم العرس اللي وصلنا للصالة. مشيت أنا وعبدو خويا وأصحابي البنات، هما هبطنا وصلنا يوسف خويا يعطيه الصحة، وعلى اساس مش نعطيه فلوس على التوصيله يا اخي مضمضلو سيبونا. وصلنا للصاله تويكا ندخلوا وتنعيشكم لحظه بلحظه. اليوم عندنا عشاء وعندنا اصداق وعندنا حنا متاع عروس بالعرس. يلا باي باي. تراني تأثرت.
زغروطة على العروسة والعريس زغرة المرأة صلى على النبي ما شاء الله ما شاء الله على الفجور هذا خليه يسمونا زغروطة هذا كيف سي عادل الشمار تتزوج كما تزوج باباك وجدك، تختاروا النظام القديم اللي هو نظام الفصل في الأملاك الزوجية، وإلا تحبوا النظام الجديد اللي هو نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية. والمهر لزوجتك اش باش تعطيها كمهر؟ المهر هو كل شيء مقوم بمال، حاجة رمزية يعطيها الزوج لزوجته حتى ولو تبدأ 100 مليون. باهي رفقة بنت كمال بن رشيد جبالي، هل رضيتي وقبلتي بالزواج من عادل بن حبيب بن منصور الشمار؟ رضيت وقبلت باهي زوجك اعطاك مهرك 200 دينار ومتفقه انت وياه على نظام الفصل في الاملاك الزوجيه، وان شاء الله مبروكين على بعضكم وربي يهنيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان مكينا وكان ربك قديرا. نحمده تعالى أن خلق الخلائق من نفس واحدة، إذ يقول عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الزواج من أبرز الأعمال خيرا وعقده من أقدس العقود، لأنه يعصم النفوس الطاهرة ويبني الأسر الفاضلة. ومن هذا المنطلق وفي هذا الجمع الكريم والحفل البهيج نعلن اليوم زواج المكرم عادل بن حبيب بن منصور الشمار على الأصيلة الفاضلة رفقة بنت كمال بن رشيد الجبالي على مهر سماه لها وأداه ورضيت به، وبحضور شاهدين من أهل الثقة جعل الله زواجهما مباركا وبالسرور عامرا، ومنحهما السعادة والهناء، وملأ بيتهما ودا ومحبة. اللهم آمين بجاه سر الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ربي يهنيهم ويشبع بيناتهم في الخير. قبل ما يزحموا انا ربي يهنيك اللي فضلت معي. يا ربي يهنيك.